مكملين رحلتنا لعالم الديكور. موضوع محاضرتنا النهاردة عن الديكور الكلاسيك أو عشاق الكلاسيك أو عشاق الكلاسيك بشكل مودرن أو عصري. ممكن يجي في بال ناس كتير تشوف العنصر الكلاسيك زي بانو، سرة، شغل في السقف، شغل في أعمدة، تسأل نفسها هو ازاي التفاصيل دي كلها بتتعمل؟ هل هما بيعملوها قطعة قطعة ولا هما بينفذوها ازاي؟ طيب ايه الخامات اللي اقدر انفذ بيها الحاجات اللي انا عايزاها او العناصر الكلاسيك بتاعتي في الفراغ او في الوجه؟ وايه الاسعار وايه افضل الخامات؟ طيب قبل ما نبدأ في اي حاجة، في ناس بتحب الطراز الكلاسيك الغني بكل حاجة فيه وبكل تفاصيله. في ناس بتحب عناصر في الكلاسيك بس ما بتحبش الضخامة او الغنى اللي بيبقى في الطراز الكلاسيك. فالمفروض ان انا عايزة اخلي عناصر الكلاسيك تروح معايا لشكل مودرن شوية او شكل عصري. هعمل ايه؟ في عندي 3 طرز بتمحور حواليهم عناصر الكلاسيك: الطراز الكلاسيك اللي هو التقيل والغني، النيو كلاسيك المتوسط، وعندي المودرن. هنتكلم بشكل سريع كده عنهم وعن اهم العناصر في الطراز الكلاسيك، خصوصا في الانتريور. البانوهات عبارة عن اطار بارز عن الحيطة، اما يكون عندي اشكال فيه تفاصيل كتير وغني زي ده او بسيط جدا زي ده. اقدر احول الفراغ بتاعي من طابع كلاسيك فخم الى طابع عصري بسيط. النماذج اللي عندي ده مثلا الطراز كلاسيك. في طراز كلاسيك غني الحوايط كلها عليها شغل تقيل وشغل فيه تفاصيل. الفرش كذلك صالونات كلاسيك مذهب فيها شغل، الكراسي فيها شغل وتفاصيل برضو، الألوان برضو كلاسيك، الدنيا غنية وضخمة معايا. في ناس ما بتحبش الستايل الضخم في الأسقف وفي الحوايط وفي الفرش، وتحب مثلا الفرش المدن، فهاجي عندي المرتبة تانية طراز اسمه نيو كلاسيك. يعني هستخدم عندي فرش مودرن وعناصر الكلاسيك بتاعتي على الحيطة عادي، وممكن أقلل في عناصر الكلاسيك على الحيطة عندي واستخدم فرش مودرن بتاع كلاسيك بسيط. في عندي أقدر استخدمه في الطراز مودرن بسيط جدا، في ممكن أضيف عناصر مذهب أو أعمله بشكل في أشكال هندسية أكتر مما يكون هو إطار. ممكن أستخدمه في الطراز اللوكسوري كقطعة فنية في وسط التشكيل بتاعي أو التشطيب بتاعي، وممكن أستخدمه بشكل بسيط خالص مجرد إطار بسيط والفرش المودرن بتاعي بكل بساطة. ده الطراز المودرن، يبقى معايا طراز مودرن. طب نرجع لموضوعنا الأساسي. أنا لما بشوف عنصر من عناصر الكلاسيك حابة أعرف هو ممكن يتعمل إزاي. أول حاجة عندي طبعا بيرسموا الشكل بتاعهم. رسمت الشكل بتاعي وخططته خلاص، بستخدم أدوات بتاعتي سواء يدوية وفي أدوات بآلات بنحت الشكل بتاعي اللي رسمته. في عندي طريقة تانية للنحت غير الخشب، الجبس. بقى أنحت الجبس بتاعي بشكل يدوي سواء سرة أو كرانيش أو غيره. بعمل بعد ما بنحت القطعة بتاعتي بيبقى معايا العنصر، عايزة أعمل منه كتير بقى، مش كل مرة جالي مشروع هنحته أو عندي كذا المشروع بتاعي فيه كذا عنصر، مش هقعد أنحت بقى كل شوية إلا إذا كنت عايزة العنصر بتاعي خشب. هنتكلم عنه قدام شوية. طيب أنا خلاص نحت القطعة بتاعتي، عايزة أعمل قالب زي ده بشكل القطعة عشان أصب في الخامة بتاعتي يطلع لي العنصر بتاعي كذا، كذا عنصر، مش عنصر واحد من قالب واحد. طيب عندي أول الخامات اللي أقدر أنحت بيها هو الخشب. الخشب طبعا عندي أقدر أنحته بشكل يدوي أو بشكل بآلات أو بتوصله بطبعة أو حتى بCNC لو هعمل العود بتاعي خشب أو MDF.
أهم الأخشاب اللي أقدر أنحت فيها بكل بساطة هو الأرو والزان. زي ما اتكلمنا في موضوع الأخشاب المحاضرة اللي فاتت، إن الأرو الثمرة بتاعته غنية وواضحة عن الزان شوية، فلو أنا عايزة الأمر غني شوية والثمرة واضحة عندي هستخدم الأرو، ولكن الزان برضو حلو في الحفر وغني، لكن كسعر الأرو هنا بيتفوق على الزان في السعر. طيب أنا عايزة حاجة أخف شوية في السعر وبسيطة، هلجأ للMDF. طيب وفي عندي من نوع الMDF لونه أخضر عازل للرطوبة، لو أنا عايزة في مكان ممكن يكون متعرض للرطوبة شوية، ولكن الMDF ما ينفعش معاه في الحالات الدقيقة أو الأشكال اللي فيها رسومات دقيقة أو تفاصيل دقيقة. ده بكل بساطة بعد ما بيرسم الرسمة بتاعته على الخشب بالآلة أو بالشنيور أو أيا كان، بيحفر أو بشكل يدوي، يعمل بقى كرانيش، نماذج للسقف CNC يدوي، في CNC بمكنة CNC، في أشكال عندي للكرانيش. ده نموذج لMDF، حفر MDF. عندي الحفر بالجبس، هنا بيجهز القطعة بتاعته وبيحفرها للعمود، أو هنا دي سرة بيعملها بشكل يدوي وده عمود برضو. لو أنا عاملة في التصميم بتاعي كورنيشة معينة والعميل مسك فيها وعايزها هي، أو أنا عجبني في تصميم كورنيشة وعايزاها هي، بيترسم القطاع كاد وبتبعت للعامل، بيرسمها وبيقصها على صاجة اللي هي زي كده بنفس القطاع، وبيحط كتلة من الجبس ويمشي عليها قطاع الكورنيشة بتاعي. وكذلك السرة بقدر بشكل يدوي أعملها. عندي أقدر برضو أنحت في الكورنيشة بتاعتي بعد ما عملتها، برسم عليها وأحدد الأماكن البارزة والغطسة وبنحت فيها عادي بكل بساطة. العمود برضو أو التاج بتاع العمود بيرسم القطاعات بتاعته والأبعاد بتاعته، ويعمل كل قطعة سواء هيصبها أو هينحتها بإيده، وبيكونها بالشكل ده. ده الكورنيشة برضو رسم القطاع بتاعه، عملها صاجة، بيحط كتلة الجبس ويمشي عليها الصاجة يطلع لي القطاع بتاعي. عند خلاص نحتنا العنصر بتاعي، عايزة أعمله قالب علشان أعمل منه حاجات كتير أو عناصر كتير. عندي نوعين من القوالب اللي أقدر أعمل بهم، نوعين من المواد أقدر أعمل بهم القالب بتاعي. عندي فايبر جلاس وسيليكون رابر. الفايبر جلاس ده عبارة عن جيلاكوت ومصلب وبليستر وألياف فايبر جلاس، أما السيليكون رابر خامته سيليكون رابر ومصلب. السيليكون رابر أسهل ومرن شوية، وخصوصا ينفع في الحاجات اللي فيها تفاصيل كتير. الفايبر جلاس ينفع عليه صب الجبس ولأي خامة تانية برضه، ولكن السيليكون رابر بينجز في الموضوع. طب أنا ليه أعرف القوالب؟ عشان لو عجبك شكله معين وحبيت تعمله أو تنفذه، فهتبقى عارف إن هو بيتنحت، وبعد ما بيتنحت بيتعمله قالب علشان أطلع منه قطعة تانية. لو هعمل بانو، طبعا البانو الصالة هيكون فيها كذا قطعة، لو كورنيشة برضو نفس النظام، فهضطر أعمل قالب، بالتالي التكلفة هتزيد. القالب بيعدله 30,000 40,000، ممكن أقل ممكن أزيد على حسب التفاصيل بتاعته، فبالتالي التكلفة هتزيد. بدل ما كنت هتعمل بانو مثلا ب1000 وحاجة، هضرب الضعف مثلا، عشان عجبك شكل معين مش موجود في المكان اللي انت رحت مثلا تشوف فيه العناصر بتاعتك، او ما هيش مظبوطة قبل كده. طيب انا عندي برضو خامة الفيوتك، طبعا دي مشهورة وكل عارفها. الفيوتك ده ملهوش قوالب او بيتنحت اساسا، هو بيبقى عبارة عن مكان فيها الاسطمبة بتاعتي بيحقنوا فيها مادة الفوم عن طريق الضغط فبتطلع، فبالتالي الاشكال اللي موجودة في الكتالوج هي اللي بضطر ان انا اكون ملزمة بيها. ما ينفعش اعمل حاجة من خامة بيوتك عجباني
هو اللي موجود في الكتالوج بس. ده قالب الفايبر جلاس، بيفرش المادة بتاعته ويحط الألياف ويصب ويطلع القالب عادي. ده السيليكون رابر، خفيف وسريع في عمله. وده الجهاز بتاع ضغط البيوتك. هنا الجهاز من جوه فيه شكل الاسطمبة بتاعتي، بيضيف عليها المادة، يقفل لمجرد دقايق ويفتح تاني، الخامة بتاعته تعمل. في كله بقى قرانيش، بانوهات، نفس الستايل. خلاص بقى أنا معايا القالب، بصب فيه يطلع لي العنصر بتاعي كل أشياء، سواء بقى دفاية، تاج عمود نفسه، عندي قيمة، زاوية، أيا كان نفس القصة. بيتعمل قالب ويتقسم نصين ويتركب عادي. والقرانيش برضو نفس القصة. طبعا أنا خلاص عملت القالب. الخامات اللي هصب بقى القالب بقى، أنا نحته وعملت القالب بتاعي. عايز بقى الخامة اللي هصب فيها في قلب القالب. عندي الخامات الأساسية لعناصر الكلاسيك. عندي GRC، جبديكو، GRG، الجبس. دول اللي بتصبوا في قالب عشان يطلعولي عناصر متكررة. طيب GRC أكتر شغله واجهات. هو عبارة عن خرسانة مسلحة بالألياف الزجاجية، يعني بدل ما خرسانة مسلحة بالحديد بألياف زجاجية. وF100. باختصار العناصر الأساسية اللي فيه رمل سيليكا وأسمنت، وعناصر بتضيف لخصائصه إن هي تكون مضادة للرطوبة والحرارة، زي الستالاتكس والأديبوند. فالGRC أهم ما يميزه إن هو فيه خصائص عازل للرطوبة ومتحمل للحرارة والجهد الكبير، يعني ينفع في المناطق الأكثر المعرضة للرطوبة والحرارة، مثلا زي السعودية أو مناطق الساحلية أو أيا كان. عمره الافتراضي يعتبر مدى الحياة. بعمل منه أعمدة ومظلات وكرانيش وأشكال بارامتريك وCNC وأشكال إسلامية اللي بنشوفها في المساجد في الواجهات. ايه اللي بيميزه عن الGRB؟ إن هو مش محتاج يتشطب من نوع خاص وسهل معالجة اللحامات بتاعته. فالGRB بيحتاج أنواع دهانات معينة اللي بيقبلها، خصوصا في الوش الأول، دهانات إيبوكسي، ولا يفضل الدهانات أكريليك أو أي حاجة أكريليك في اللحامات. طيب أنا عندي الGRB ينفع أدخله في الواجهات وينفع أعمله انتريور، فهو مشهور بالاتنين. خصوصا في مصر أكتر حاجة بيستخدموها في الواجهات الGRB. لو أنا عايزة تكلفة أقل بالنسبة للواجهات، في حاجة عندي جبديكو وGRG، ولكنهم غير معالجين، فيهم نسبة جبس. الGRB عبارة عن بوليستر ومصلب وكوبلت وسيليداج وبودرة مزايكو، يعني عبارة عن خامات بوليستر. أما الGRC خرسانة، وزنه أخف طبعا. لو اتعمل صح عمره الافتراضي ممكن يبقى مدى الحياة، بس لو اتعمل صح. طيب بيفرق عن الGRC برضو بالنسبة للواجهات إن هو بيخلص بسرعة تنفيذه أكبر من الGRC. يعني لو عندي واجهة هتخلص في سنة GRC، لو عملت نفس الواجهة GRB هتخلص في 5 شهور. تاني حاجة عندي بعد الGRB حاجة اسمها جبديكو والGRG. الGRG تقريبا نفس تكنيك الGRC في الخامات، بس بدل الجبس بزود نسبة، بدل الأسمنت بزود نسبة كبيرة جبس، يعتبر نسبة الأسمنت قليلة جدا. الجبديكو اللي بيفرق عن الGRG إن خلطته بتيجي جاهزة مستوردة من برا، بتكون أعلى من الGRG وأفضل بالنسبة له كخامة. يعني لو جيت أركب، لو أنا عايزة أشتغل انتريور هاخد GRB وبعدين جبديكو لو أنا عايزة تكلفة أقل. طب واجهات هاخد الGRC، ولو أنا محتاجة معالجات جامدة، أو لو أنا ممكن أكلف عادي وممكن أستنى أخد الGRC. لو أنا وبرضو بينفع في حاجات مودرن بتعمل بها GRC، سواء CNC وبرضو مساجد فلا غنى عنه في بعض الأمور. الGRB برضو أوبشن تاني للواجهات،
بعد منهم الجيب ديكو. الجبس طبعا الجي ار جي لا يفضل أوي في الواجهات، لأن فيهم جبس، والجبس مع الرطوبة والحرارة معلوش أي مقاومة. عندي من خامات الصب كمان الجبس. مشاكل الجبس ان هو مادة مسامية وممكن تقع مني وغير عازلة للرطوبة، ومشكلتها في اللحمات بتظهر مع الوقت، ولكن بقوا يضيفوا لها مواد واسمنت ابيض بيزود من المتانة وعمرها الافتراضي بحيث ان هي متتأثرش بسرعة بالعوامل دي، ولكنه ارخص حاجة بالنسبة لهم لو انا هعمل عناصر كلاسيك دقيقة وفيها شغل كتير. وبرضو الجبس ممكن استخدمه في الأسقف بشكل عام، لأنه كده كده ما بتأثرش بأي حاجة، أي خدش أو أي خبطة أو أي حاجة. ممكن استخدمه في تيجان الأعمدة برضو، فهي فوق ومحدش بيوصلها كإنتيريور. عندي جي ار سي زي ما قلنا عبارة عن خامات مع الخرسانة مع الرمل، وبضيف فيها الألياف بتاعتي وبصبها عادي في القالب بتاعي، وأي أشكال من القوالب سواء هندسية أو كلاسيك أو أيا كان بصب فيها جي ار سي. ودي نماذج الجي ار سي، نماذج في مساجد بشكل إسلامي أو بشكل مودرن. وبرضو لو انا عايزة عاوزة ادمج بين المودرن والكلاسيك، فدي برضو في البلكونات، وده اشكال الكلاسيك اللي اقدر استخدمها. وده صب ده خامة الجي ار سي، بيمزج المواد بالبوليستر والخامات بتاعته وبيصبها يشتغل القالب بتاعه يطلع لي العنصر. وده نماذج للجي ار سي. عندي كرانيش، سرر، بانوهات، ايا كان اقدر اعمل من خامة الجي ار سي. نيجي بقى لترتيب الخامات بتاعتي وجودتها بالنسبة للجودة وبرضو الاسعار وبتتركب ازاي. عندي اهم الخامات زي ما قلنا الواجهات. عندي في الواجهات جي ار سي والجي ار بي. لو كلاسيك اكتر المستخدم في مصر الجي ار بي. الجي ار سي لو ممكن استخدمه لو انا مثلا ما عنديش مشكلة في وقت التنفيذ، ولو انا عايزة عمر افتراضي كبير وعايزاه يقعد معايا ما تأثرش بالحرارة والرطوبة، لو انا قاعدة في منطقة ساحلية او متعرضة للحرارة بشكل عام. وبرضو لو هستخدمه في مساجد او في عناصر المودرن برضو كسي ان سي. عندي الجي ار جي والجيب ديكو. لو انا هعمل انتيريور هستخدم الجي ار بي. تحت منه الجي ار جي اكتره في الواجهات، انما الجيب ديكو برضو في الواجهات وفي الانتيريور نفس القصة. يعني الجي ار هو بعدهم في المرتبة بعد الجي ار سي والجي ار بي. طيب الخشب يعتبر في المراتب الاولى مع الجي ار بي، ولكن عندي مشكلة في الخشب ان هو نحته بيبقى دقيق لما اجي اقصد في العناصر اللي بيبقى فيها تفاصيل كتير، فلما اجي اركبه او حاجة ممكن الصنايع ما يتملكش ويتكسر منه لان هو بيتركب بمسامير. فبيقولك يفضل ان هو يتثبت في الاول على MDF ويتلزق على الحيطة او كونتر، او يمشي الحال لو هي العناصر بسيطة، لكن فيها ليه مشاكل في التركيب معينة في بعض العناصر لو كتير. ده غير انه تكلفته جامدة جدا لانه هو بيتنحت مخصوص يعني. بس في فرق بين ان النجار مثلا نحت او الفني نحت حاجة قبل كده، وبين ان هي حاجة جديدة. في حاجة اسمها مسطرة، فبتفرق معايا في السعر بين ان انا هنحت لك حاجة مخصوص وهرسمها، وبين ان في حاجة انا نحتها قبل كده ومتعود عليها، فبتفرق في السعر. يعني ما ينفعش اقول مثلا انا طالما هختار الخشب وكده كده طالما هعمل خشب فما عنديش مشكلة ان هو ينحت اللي انا عايزاه طالما هو كده كده بينحت في الخشب. لا، بتفرق بين ان هو كان نحت قبل كده وبين ان هو ينحت لك من اول وجديد. عند الفيوتك برضو من ضمن الاوبشنات بعد الجي ار بي والجيب ديكو والخشب طبعا مع الجي ار بي. عندي البيوتك
الفيوتك زي ما قلنا خامة خفيفة جدا، وبالنسبة لها خصائص بالنسبة للرطوبة والحرارة حلوة عن الجبس في لو هو بسيط، لو مفهوش شغل كتير. لو مفيش شغل كتير يعني الزوايا مفيهاش شغل كتير، او ما عنديش القيمة، الشغل ده بيسمى قيمة، لان الفيوتك زي ما قلنا هو استنباط وكتالوج معين واشكال معينة، مش اللي عاجبني هقدر اعمله. اما الجبس اللي عاجبني هقدر اعمله وبكل تفاصيله، بس اللي بيفرق بقى ان هو خامة اقل من الخامات اللي فاتت دي. يعني دول اقدر اعملهم باي شكل انا عايزاه، بس التكلفة هتزيد لانه طبعا هيلحق يعمل له اسطمبة، وفي اوبشنات كتيرة اللي هو منحوت جاهز عندي منه كتير. اما الجبس برضو نفس القصة، بيبقى له قالب وبيتصب وكده، فقصته برضو ان انا اقدر اعمل اللي انا عايزاه بس بتكلفة زيادة، ولكنه اقلهم من ناحية الخامة والجودة والعمر الافتراضي. يعني الفيوتك ممكن استخدمه في الكلاسيك لو عندي عناصر بسيطة، سواء سرر او قرانيش او ايا كان، وخصوصا في المودرن برضو اوبشن جامد عندي وارخصهم كلهم. اما لو انا عايزة كلاسيك فيه تفاصيل كتير فهلجأ للعناصر دي، وده اخر اوبشن عندي لو انا تكلفتي بسيطة. طيب ده قلنا طبعا ده اشكال الGRC، وده اشكال الGRC بتركب ازاي بقى. ما انا طبعا بينقلوه بحمالات لها بالنسبة لواجهات المودرن CNC. الكورنيش بتتركب ازاي؟ تركيبه عبارة عن كانات ومسامير. هنا بالكانات والمسامير ثبت الكورنيشة بتاعته نفس القصة. هنا العمود طبعا بيخرم له قبل ما بيركبه، وهنا مركب الكانات بتاعته، بيدخل العمود في الكنة ويثبت بمسمار. عندي الGRB طبعا نماذج ليه في الواجهات بكل العناصر بتاعته، سواء أعمدة أو غيره أقدر أنفذها GRB. وده بالنسبة للانتيريور هو بيتثبت بمسامير، عشان كده هتلاقي في حاجات مخرومة. في عندي GRB مصبوب في قوالب، بروح للورشة يصبلي البانو على جزئين او الشكل بتاعي على جزء او على حسب. في بقى نوع تاني بيبقى مصبوب جاهز جاي بكتالوج، بيبقى بيتباع بالقطعة او بالزاوية، بس بيكون اقل في الجودة شوية. فكرته ان انا مثلا لو عايزة اقلل التكلفة اما اعمل بانو كامل GRB طبعا هيكلفني جامد. اما لو عملت الزاوية والقيمة بتاعتي GRB بس اخدت اعواد فيوتك التكلفة هتقل جدا، وده يتضح لي لما اتكلم عن الاسعار دلوقتي. ده نماذج للGRB في الواقع. تركيبه بقى زي ما قلت بمسامير فيشر، اللي هي الفيشر اللي هو بيخرم الحيطة بالشنيور، وفي مادة بلاستيكية كده بيبقى فيها زي بريمة كده ويحطها في الحيطة ويحط العنصر بتاعه ويقفل عليه بالمفك. ده لو انا هعمل بانوهات خشب او شغل الخشب، لو انا هلجأ لشغل الخشب ولا الستايلات الفخمة اللي زي دي هضطر كل شغل يكون خشب، فالتكلفة هتكون عالية طبعا، لكن له ذوقه الخاص، وطبعا الشكل بتاعه له فخامته ومكانته. ده شغل خشب وده بانو خشب. طبعا في برضه بانوهات خشب بسيطة زي كده، الأعواد برضو بتتعمل خشب، والقيمة بتاعتي أو الزاوية تركيبه بيحط المادة وبيحطها على الحيطة ويثبتها بمسامير. هنا نفس القصة، المادة ويحطها على الحيطة ويثبتها بدبابيس أو مسامير. الدبابيس ده اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت، إن هي مسمار من غير راس. الفيوتك طبعا قلنا ان هو شغل محدود، ولكن في عناصر فيها شغل، فده من ضمن نماذج الشغل الفيوتك. يعني ده فيوتك وده فيوتك وده فيوتك، البنهات فيوتك، ده كله شغل فيوتك. العمود ده فيوتك، الكورنيشة دي فيوتك، فشغل فيه شغل كلاسيك في الفيوتك ولكنه محدود.
الفيوتك بتركب ازاي؟ عندي معجون فيوتك او سيليكون او ايا كان، بيلزق على الحيطة وبيدق بمسامير. مسامير دي مؤقتة، تاني يوم بيشتلها، بس محطوطها علشان زيادة تأكيد ان لحد ما الخامة تثبت. الكرانيش برضو بيطبقها على الحيطة عشان يحدد مكان قطع الزاوية 45 بتاعته، وهنا بيقطعها ويلزق السيليكون او معجون الفيوتك ويلزقه على الحيطة، سواء هيثبت بمسامير او لزق لحد ما تنشف وتاني يوم بيشتغل. زي ما قلنا عشان نقلل التكلفة بنعمل الزوايا او القيمة بتاعتي من خامة زي الخشب او الGRB او الجبديكو او ايا كان، وبحط الاعواد بتاعتي فيوتك عشان تقلل في التكلفة. ولما بحط معجون مش بيبان الفرق، يعني ده GRB واعواد فيوتك، حطيت الفينش بتاعي مش باين اي فرق خالص، يعني هنا مش باين ان هما خامتين. شغل الجبس زي ما قلنا، لو انا تكلفتي على قدي او اقتصادية وفي نفس الوقت عايزة شغل كلاسيك فهرجع للجبس. ولكن مشكلة الجبس زي ما قلنا ان له مشاكل في العمر الافتراضي بتاعه، إن هو مش كبير قوي زي الGRB او الخامات التانية. وطبعا ممكن استخدمه اساسي، عنصر اساسي في الاسقف والكرانيش او تيجان الاعمدة، بنصبه عادي ويطلع لي الشكل بتاعه. تثبيته بخيوط كتان ومعجون، سواء بانوهات او اسقف او تيجان اعمدة، هو نفس التكنيك. عندنا الاسعار، بانو زي ده، يعني ده بانو كامل، الشكل ده نفسه تحت. لو انا جيت اعمله خشب هيعلى عن 3500 على حسب الصنايع، لان بيفرق من صنايع لصنايع. لو انا عملته GRB هيكلفني 3500، لو عملته جبديكو 2200، يعني قول فرق حدود 900 جنيه اقل. الجبس 1500، يعني شايفة من 3500 ل2200، قول فرق 1000، فرق 1000 بين كل واحد تقريبا. ده طبعا غير الفينش والتركيب والكلام ده. عندنا الفيوتك، شغل الفيوتك طبعا بيختلف على حسب الأشكال والقطاعات. الكرانيش ممكن تبدأ من 45 ل90 جنيه للمتر. العود الفيوتك طول متر وعرض 2 سنتي ب20 جنيه، طول متر وعرض 4 سنتي، معذرة هي 22 بس هي مكتوبة 20، بس هي 22 جنيه. الزاوية الفيوتك طبعا بتختلف على حسب الشغل، من السادة لحد المشغول، 35 جنيه لحد 70-80 جنيه. شغل الGRB اللي هو بالقطعة اللي اتكلمنا عنه ان هو بيجي في كتالوج. لو انا عايزة اقلل التكلفة وهستخدم عيدان فيوتك، زي ما قلنا العيد الفيوتك مثلا طول متر، عرض 2 سنتي او 4 سنتي، فرنج 20 جنيه 22 جنيه او 25 جنيه. غير العود بتاع الGRB، او لو انا هستخدم بانو كامل، يعني العود الGRB المتر ونص 125 جنيه، يعني ضعف الضعف. فالقطعة دي لوحدها ب300 جنيه، مثلا القطعة دي لوحدها ب120 جنيه. وجيت اعمل القطعة دي لوحدها خشب هتبقى ضعف، ممكن تعدي الضعف كمان. القطعة دي ب150 جنيه، ودي عند حد تاني ب110، عند ده ب120، على حسب المكان برضه السعر بيختلف، وعلى حسب الوقت او التوقيت. ده بانو GRB، البانو ده كله على بعضه ب2500، البانو لوحده ب2500. شغل الجبس بيبقى بالقطع، اللي هي القطع اللي هو البانو كامل، بيبدأ من 700 ل2000 لحسب بقى الأبعاد بتاعته وحسب الشغل وحسب التصميم بيتحدد السعر. البانو الخشب، البانو ده بدون تشطيب ب3500، يعني هو حتى قصير بس في شغل ب3500. كده خلصنا موضوعنا عن عناصر الطراز الكلاسيك. أتمنى أكون أفدتكم. سلام عليكم.